مروان محسن يقترب من الاستبعاد للمباراة الرابعة على التوالي في الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. يتعذر لحاق مروان محسن مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي بمباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها الاثنين المقبل 28/12/2020 ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة والتي طردته خلال الفترة الماضية وتحديدا عقب نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش وحرمته من المشاركة مع النادي الأهلي في المباريات الأخيرة بالدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعاني مروان محسن من إصابة في الركبة اشتكى منها خلال الفترة الماضية وينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة. وباتت فرص لحاقه بمواجهة زعيم الثغر صعبة للغاية بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى منح الجهاز الفني راحة من التدريبات أمس الخميس واليوم الجمعة عقب العودة من النيجر، ومن ثم أصبح المهاجم الدولي بنسبة كبيرة خارج مباراة الاثنين القادم. وغاب مروان محسن عن 3 مباريات للأهلي منذ بداية الموسم الجديد أمام مصر المقاصة في افتتاح الدوري وفاز بها الأهلي بثلاثية مقابل هدف، وغاب أيضا عن مباراة غزل المحلة في الجولة الثانية وفاز بها النادي الأهلي ب3 أهداف نظيفة. وتخلف المهاجم الدولي عن رحلة النيجر لمواجهة سنديب التي أقيمت الأربعاء الماضي وفاز بها الأهلي بهدف نظيف على مضيفه. في نهاية الفيديو لو قدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.